هتلاقي نفسك بدل ما تذاكري كنت بتذاكري الماده دي في 4 5 6 7 ساعات، تلاقي نفسك ذاكرتيها في ساعه واحده. السجود من اهم الحاجات اللي تخلي عندك بركه في الوقت. ركزوا معايا، انت داخله تذاكري حاجه مهمه قوي ومن منظورك من جوه صعبه وتقيله، اقول لها اسجدي. انا بقول لكم اسجدوا باسماء ربنا الحسنى. يا رب انت القوي وانت القادر وانت اللي بتسهل كل امر، اللهم لا سهل الا ما جعلته سهلا. عايزه اقول لكم انك بس لو عملتي كده ربنا سبحانه وتعالى قال لنا ولله الاسماء الحسنى فادعوه بيها. اسجدي وادعي ربنا باسمائه وتفرجي ايه اللي هيحصل لك لما تيجي تذاكري الماده دي. هتلاقي نفسك بدل ما تذاكري كنت بتذاكري الماده دي في 4 5 6 7 ساعات، تلاقي نفسك ذاكرتيها في ساعه واحده. وده كنز توفير الوقت. نصيحه مني، اسمعوا اللي انا قلته النهارده. هم 4 حلقات قدمتهم، وفي كمان حلقات انا كنت عاملاها، تلاقوا في بلاي ليست مخصصه في القناه لايه؟ للطلاب كلهم. اسمعوهم، لان انا برضو كنت ضايفه فيهم معلومات كتير جدا، انك تحطي طبعا اوضتك تعملي فيها ايه، وتحطي المكتب في اتجاه القبله، وتبتدي مش عارفه حاجات، معلومات مهمه جدا جدا. ده تكمله ليها. بس نصيحه مني، بعد ما تخلصي الحلقه ابدأي فورا باللي انا قلته. اشتغلي على نفسك وابتدي من النهارده. هتصحي امتى؟ هتنامي امتى؟ ابتدي كوني العاده دي، وان شاء الله باذن الرحمن الرحيم هتدعي لي من قلبك.